السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا، ما كنت عليكم كتير. النهارده هعمل معاكم بقى طاجن كابوريا. طبعا على طول بنعمل الكابوريا يا في حلة يا بنحط عليها كده شوية مية وتوابل وكمون وعلى النار. هعمل معاكم بقى طريقة النهارده وبرده سهلة، مش تاخد منكم أي حاجة، بس هنحط الكابوريا في الطاجن. عندي هنا طماطميتين، وهزود عليهم المية. كوبايه الميه اللي انا بحطها على الكابوريا في الحله هحطها هنا في الطماطم. وكمان عندي بصله وكام فص ثوم، هحط كل ده هنا. وهحط بالمره الكمون والكزبره والفلفل الاسود والملح وشويه زيت، وهضرب كل ده في الخلاط وارجع لكم تاني علشان نتبل بيها الكابوريا. رجعت لكم تاني بقى بعد ما ضربت الطماطم والخلطه اللي قلت لكم عليها. اللي عايز يحط بصل بودر وثوم بودر برضو يحط عادي. عادي مفيش مشاكل، هيبقى طعمه جميل. عندي هنا بقى الكابوريا غسلاها ومنضفاها. عشان تشوفوا كويس معايا، وهرصها كده في الطاجن. وطبعا لما تشتري الكابوريا مش لازم اللي هي تكون كبيره، ممكن تبقى صغيره، بس لما تمسكيها بصي هتلاقيها تقيله كده. وافتحي واحده قبل ما تشتريها من الراجل. لان الكبيره على فكره الناس فاكره ان الكبيره هي اللي بتبقى مليانه، لا بالعكس، الصغيره هي اللي بتبقى مليانه. هحط بقى على اللي انا حطيتهم دول اهو. وهرجع ارص الباقي. بتبقى طعمها تحفه وجميله. انتوا عارفين اصلا اكل الطواجن بيخلي الحاجه جميله وطعمها حلو قوي. نحط بقى باقي التتبيله اللي عندي، وهدخلها الفرن وهسيبها كده قد نص ساعه. وبعدين هطلعها معاكم وتشوفوا طعمها بقى وشكلها وريحتها هتبقى وهم. خليكم معايا لما تشوفوا شكلها عامل ازاي في الاخر. بصوا بقى، ده الشكل النهائي كده للكابوريا زي ما انتوا شايفينها. بصوا مستويه وجميله. وكمان على فكره الخلطه اللي فيها دي هتلاقوا طعمها تحفه. يعني ممكن اهي بصوا، مش عايزه اقول لكم بقى الريحه جميله والطعم كمان احلى. جربوها بقى وقولوا لي الخلطه دي طلعت معاكم حلوه ولا لا. وجربوا تعملوا الكابوريا في الطاجن، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وكومنت ولايك جميل منكم كده عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير باذن الله، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله استنوني في حاجه جديده كده نجربها مع بعض.